مساء الخير يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ مين زهقان زي من الحر وتعبان ومش قادر يدخل المطبخ؟ تعالوا مع بعض نعمل وجبة حلوة قوي، وجبة اسكندرانية، وهي الكبدة الاسكندراني. هقولها لك بطريقة العربيات عشان وانتي معدية كده وبتشمي ريحتها، حتى لو عاملة دايت بتخشي تعملي تاكلي سندوتشات. بصوا حبايب قلبي، انا هنا معايا بالتقريب يعني كانوا حوالي نص كيلو كبده. نزلت عليهم بمعلقتين توم مفروم، ونزلت عليهم بالبهار. بهار الكبده ما فيهوش اي افتكاسات. فلفل اسمر، كمون، كزبره ناشفه، ملح. ما بحطش اي حاجه تانية على فكره. تمام. بصوا انتي التتبيله دي حطيها كلها على بعض، وحطي عليها معلقه خل، وبتركنيها ساعه قبل ما بتعمليها. وده اللي انا عملته فعلا. ولو انت متبلاها وحطاها لتاني يوم ما هتبقى احلى واحلى كمان. هننزل دلوقتي بالماده الدهنيه، وهي زيت. طبعا ماده دهنيه مش زيت وزيت ده زيت بس. هتسيبي الزيت لما يسخن قوي بحيث ان يعمل تش. هو الصوت كان حصل تش بس انتوا ما سمعتوهاش. هتقلبي الكبده. طبعا الزيت، يعني انا من الناس اللي بيحبوا زيت الكبده كتير. انت لو بتحبي الزيت قليل تمام، حطي اقل من كده. هتاخديه تقليبه. حتى لو انت عندك اطفال ممكن تشيلي بعد ما يدخل في السوا شويه، يعني بتروحي واخده حبه من غير فلفل، لان انا هنزل عليهم بفلفل حار جدا. تمام. بصوا حبايب قلبي، الكبده دي اسرع حاجه ممكن واحنا رايحين رحلات ناخدها معانا. هنقعد على البحر نعمل سندوتشات وناخدها معانا. جايين ضيف على غفله، ممكن سندوتشات كبده وسندوتشات صدوق يبقى طعمها يجنن مع سلطه الطحينه. يعني هتلاقي نفسك عملتي سفره صغيره، واهل الضيوف اللي عندك هيبقوا مبسوطين بيها قوي. بصوا انا نزلت هنا بفلفل حامي. انت لو مش بتحبي الفلفل الحامي وعايزه تحطي فلفل الوان او فلفل اخضر رومي، عادي براحتك. بس احنا هنا عيله مشطشطه. كلنا بنحب الحاجه الحراقه. تمام يا حبايبي، انا كده قلبتها تقليبه، ودقت طبعا الحياء بتاعها، الملح يعني. وحطيت بهار تاني. انا حطيت بهار تبلت بيه الكبده، ونفس البهارات اللي انا قلت لكم حطيت منها نص معلقه صغيره. باخدها في تقليبه الكبده قبل ما اطفي عليها، بتديها ريحه تجنن. يعني تاكدي ان الجيران هيخبطوا عليكي، هيقولوا لك انت ممكن في سندوتش زياده ولا حاجه. تمام يا حبايبي. وبعد ما بطفي عليها، علشان الخطوه دي ما ظهرتش ليكوا في معلش ما عرفتش يعني اجيبها في المونتاج. عصرت 2 ليمونه صغيره مش كبيره. لو عندك ليمونه كبيره هتحطي واحده بس. اتمنى ان انت تجربيها وتعمليها. انا هنا حشيتها سندوتشات. انا بحب الجرجير. لو انت مش بتحبي الجرجير ما تحطيش على فكره. وممكن تقطعي معاها طماطم ترانشات وتحطي عليها هرسه الشطه. فاكره هرسه الشطه اللي عملناها مع بعض؟ فاكره ولا مش فاكره؟ وحطيت طحينه، حطيت صوص الطحينه. كان طعمه جميل قوي. السندوتش ده كان من نصيب ابني بصراحه. بيني وبينكم كنت شايله لنفسي، بس هو دخل قال لي يا ماما الريحه دي خطفه. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.